ازاي نطلع السنة والشهر واليوم من تاريخ الميلاد؟ كل اللي عليك هتيجي تعمل يساوي، هتكتب المعادلة ديتد اف بالشكل ده، نفتح قوس وهنختار التاريخ الميلاد بتاعنا، وبعد كده هنعمل كوما زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنكتب today بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده هنقفل القوس اللي احنا شايفينه ده، وبعد كده هنعمل كوما مرة تانية وهنفتح كوتيشن مارك وهنكتب فيها واي، وهنقفل الكوتيشن مارك بتاعتنا ونقفل المعادلة بالشكل ده، وهنقول له انتر. هيعمل معانا 25 سنة. نفس الكلام في الشهر، بس كل اللي عليك ان انت هناخد المعادلة دي بالشكل ده، كليك يمين كده وناخدها كوبي، وبعد كده هنيجي في الشهر هنا كده هنكتبها زي ما احنا شايفين، بس هنخلي دي هتبقى واي ام بالشكل ده ونضغط انتر، هيبقى 4 شهور. نفس الكلام في اليوم، هناخد كده المعادلة دي كلها وهنيجي هنا كده عند اليوم هنعملها بالشكل ده، بس هنغير هنا حاجة بسيطة، هنكتب هنا دي بالشكل ده وهنقول له انتر، هيعمل معانا 15 يوم. يبقى الشخص ده عنده 25 سنة و4 شهور و15 يوم. تمام، انا دلوقتي جبت السنة وجبت الشهر وجبت اليوم، محتاج ان انا اجيب العمر، اجمع كل الخلايا دي كلها في خلية واحدة، ان هو يكتب لي 25 سنة و4 شهور و15 يوم. هعمل ده ازاي؟ الموضوع بسيط. كل عليك هتيجي هنا تضغط يساوي بالشكل ده، وهنكتب نفس المعادلة بكل حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا، اللي هي واي اهي، نفس كل حاجة، دي اول معادلة. وبعد كده هنعمل لها ربط، وربط ده ان احنا نضغط على شيفت رقم 7 زي ما احنا شايفين قدامنا عشان يعمل معانا الشكل ده، وهنفتح كوتيشن مارك وهنكتب فيها سنة بالشكل ده، هنكتب فيها سنة وبعد كده نقفل الكوتيشن مارك بتاعتنا، وهنعمل نفس علامة الربط بالشكل ده، وهنكتب نفس المعادلة بس هنا هنخليها واي ام زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعد كده هنيجي نعمل الربط بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا، شيفت 7، وبعد كده هنفتح كوتيشن مارك وهنكتب شهر وبعد كده نقفل الكوتيشن مارك بتاعنا برضو، وهنعمل نفس الربط زي ما احنا شايفين قدامنا، شيفت 7، وبعد كده هنكتب نفس المعادلة بس المرة دي هتبقى ام دي زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هي اليوم. وهنعمل برضو نفس الربط بتاعنا، شيفت 7، وهنعمل كوتيشن مارك وهنكتب يوم بالشكل ده، كوتيشن مارك نقفلها، وبعد كده هنقول له انتر ونقول له يس، وزي ما احنا شايفين قدامنا كتب معانا 25 سنة و4 شهور و15 يوم.